السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. نتمنى يا ربي تكونوا دائما بخير وعلى خير. وغادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا عباره عن خبيزات ديال المقله هكا. كديرهم الكوتي، كديرهم الغدا، كديرهم يعني المهم كيجيو بنانين وكيجيو ساهلين في التحضير. كتحضرهم في فرن مشتعل، يعني ما فيهمش حتى شي حاجه صعيبه، غير الخضره. عوض ما كياكلوش لكم وليداتكم الخضره بحال ولادي هكا، ما كيبغيوش الخضره بحال هكا نطيبها في شلاضه ولا داكشي ما كياكلوهاش. وبحال هاد الطريقه هذه كياكلوها وبعين المغمضين، يعني كياكلوها ما كيقولوا حتى شي حاجه. هذا الشيء هذا اللي كنحاول انا دائما ندخل الخضره بحال هذا الشيء هذا ديال المعجنات ديال الخضره، عفوا ديال اش كيقولوا ديال مشات ليا من فمي، ديال الخبيزات. انا غادي ندير فيه التوابل هادو عباره عن حرق بلتي، شويه التحميره اللي هي بابريكا، شويه الابزار، شويه الحرق اسكنجبير، وشويه الملح. ايوا المهم هنا غادي ندير البصله حتى هي اللي كان خصني نسبق وخليتها هي الاخر. المهم انا غادي نقرض هاد البصله هذه وصافي. غادي ندير كامل هادشي يتشحر وغادي نطيبو ان شاء الله، وهانتوما معايا غادي تشوفوا كيفاش. المهم هنا البصله صافي شلطها، درتها هنا باش طيب هي الاولى، يعني كنسبق البصله هي الاولى باش دبل شويه، عاد غادي ندير فيها الخضره الاخرى. المهم هنا درت ليها شويه كوك ديال الزيت، ما كثرش بزاف حيت ملي غادي نطيبهم غادي ندهنوهم بالزيت، ما بغيتش يكونوا فيهم الزيت بزاف. هنا درت الفلفلات، درت انا هنا الفلفله حمراء والفلفله خضراء والفلفله تقريبا اللي عندكم. ما عندكمش غديروا غير القرعه بوحده ولا غير البصله وشويه لدهن ولا المهم اللي كان غير الخضره بوحدها. انا احيانا كنعمرهم غير بالخضره كيجيو بنانين، كيجيو زوينين. المهم كتحيدوها هكا، كتغيروا شي حاجه على الكوتي. ايوا هادشي اللي كاين هنا. غادي نحركهم بزاف حتى المهم غادي نحركهم طيبوا ليا. عاد نزيد عليهم العطريه، حيت الا زدت العطريه في الاول كيتحرك داكشي ما كيطيبش لداند، خصني ندير ليه لداند في الاول. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هنا جبت باش نعجن، انا درت زلافه ديال الفورس وزلافه ديال الفينو وواحد البيضه، شويه الخميره، صافي داكشي اللي درت، شويه الملحه. وغادي ندير هاد الكاس الحليب ونكمل بالماء، يعني نكمل العجينه هكا بالماء. ايوا صافي هنا ملي دبل ليا الخضره طابت ليا غادي نزيد عليها هاد التوابل هادو اللي شاركت معكم في الاول. صافي غادي نخلطهم الخضره كلشي طابت وكلشي، يعني الحشوه كلها طابت. غادي غير نحركها شويه حتى تدخل هاد التوابل هادو ما بين الخضره، وغادي نطفي عليها باش تبرد ليا شويه بما نعمر بها العجينه ديالي. ايوا هادشي اللي كاين. هاد الحشوه هادي كتجي بنينه بزاف، كتعمروا بها حتى المسمن. الا بغيتو المسمن هكا المسمن عامر كتعمروا بها، كتعمروا بها اي حاجه، يعني الحشوه زوينه. صافي هنا جبت الخبيزات ديالي اللي عجنت وقطعتهم قطع صغار بحال هكا. غادي نبدا نعمر فيهم حتى نساليهم، يعني كاملين نعمر هاد الخبيزات هادو وانتم معايا ان شاء الله. ساهلين بزاف، عرفتوا راه فرمش تعين كتوجديهم، يعني ما كياخذوش ليك الوقت بزاف نهائيا، وما كياخذوش ليك الوقفه بزاف، وفي نفس الوقت مشبعين. وهذا اللي كاين البنات. وكنتمنى منكم اللي شاف القناه ديالي يشترك في القناه ويفعل الجرس، ونتمنى ربي تكونوا دائما في احسن الاحوال. خليكم معايا.
المهم هنا صافي عمرت الخبيزات ديالي كاملهم، كملتهم وجيت هنا باش نطيبهم. درت هنا شويه ديال الزيت، دهنت بها المقله وجيت كنطيب فيهم. صراحه ساهلين دغيا كيطيبوا ودغيا كيوجدوا. انا كيعجبوني هادو حتى في رمضان دغيا كيوجدوا لك، ما كياخذوش عندك الوقت بزاف. ايوا صافي هنا غادي نطيبهم ان شاء الله ونحطوهم وهانتوما معايا. هنا صافي طيبتهم وغادي نحطوهم هكا في الطبيسيل وغادي نمشيو درت كون ناكلوهم. ايوا هادشي هذا اللي كان، قلت غير نشارك معكم هذا الفيديو هذا. شحال هادي ما حطيت حتى شي حاجه في القناه ديالي، شي عام وقيله هادو ولا عام ونص ما حطيت فيها حتى شي حاجه، وقلت نجرب على الله على وعسى تكون يعني مازال القناه ديالي في بلاصتها يعني. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى منكم تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وتحطوا لي تعاليق، حطوا لي لايكات، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. هنا ملي ساليت البيضات ديالي كملتهم، جيت هنا قلت نرفقهم بشويه ديال العصير. درت هنا شويه ديال البربه وتفاحه وليمونه، وغادي نطحنهم هنا بالكاس الماء بارد، يكون بارد بزاف باش يجيكم العصير يكون بارد. ايوا صافي هنا غادي نطحن العصير ديالي وغادي نحطو ان شاء الله في الغدا ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا العصير ها هو وجدته كيجي بنين بزاف هكا. العصير ديال البربه الا كديروا ليه ليمون كيجي بنين، الا كطحنوه مع الليمون ما كتجيش فيه ديك المروريه ديال البربه. انا الصراحه ما كنحمش ريحه البربه في العصير، ولكن ما كدير ليه شويه ليمون كتنقص ديك كتهرس ديك البربه، يعني كتهرس ديك البربه، مابقاش كتحسي بلي كتشربي البربه، كتشربي العصير بنين هكا. ايوا هادشي هذا اللي كان. كيف ما كتشوفوا البيضه ديالي غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها في الداخل، كتجي هشيشه وكتجي خفيفه وخاويه في الداخل، يعني ما فيهاش العجينه بزاف. ايوا هادشي هذا اللي كان. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وبسلام عليكم.